اهلا بيكم في حلقه جديده. انا محمد وليد في برنامج الركن الكروي. زي ما عملت لك حلقه عن افضل 22 لاعب موجودين في الدوريات الخمسه الكبرى، جاي لك النهارده باسوا 11 صفقه اتعملت الموسم الماضي. لو انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت هتلاقي لينك الحلقه موجود تحت. ودي مروق عليك، هو مره افضل مره اسوا، فما تنساش انت كمان بقى تروق عليا مره باللايك مره بالاشتراك. ويلا بينا نبدا الحلقه. نبتدي في الاول مع فريق برشلونه اللي ختم ميركاتو الموسم اللي فات بالتعاقد مع هيكتور بيلورين ساعتها كان لاعب حر بعد ما قدر ان هو يفسخ عقده مع الارسنال، وراحت برشلونه مخلصه معاه. قال ايه يعني؟ صفقه ببلاش، وببلاش اليومين دول مع برشلونه كتر منه. بس برشلونه ما قدرتش انها تستحمله نهايه عقده، وراحت بعته في انتقالات يناير علشان سبورتنج لشبونه تخش تخلص فيه مقابل 1,000,000 يورو. بيلورين اللي شارك مع برشلونه في 7 مباريات، منهم اصلا 3 بصفه اساسيه. نسيب بقى الدوري الاسباني ونروح للدوري الانجليزي عن توتنهام اللي راحت خدت لونجليه الموسم الماضي من برشلونه لمده موسم واحد على سبيل الاعاره. قدر ان هو يشارك مع توتنهام في 35 مباراه وسجل هدف واحد، وبعد انتهاء الموسم ما قدرش ان هو يقنع اداره توتنهام في التعاقد معاه عشان تعلن اداره توتنهام انتهاء الاعاره والعوده مره اخرى الى صفوف برشلونه. اما الصفقه الثالثه معانا فهي كانت صفقه دييجو كوستا اصلا اللي راح للولفز بعد ما شطب خالص. شارك دييجو كوستا مع الذئاب في 24 ماتش، منهم اصلا 17 بصفه اساسيه. في ال 24 ماتش قدر ان هو يسجل هدف واحد، وكان اصلا تقريبا في الجوله ال 34 او ال 35 مش فاكر. افضل حاجه قدمتها صفقه دييجو كوستا هي لحظه تقديمه لما كان ماسك الذئاب بايده، كانت ساعتها عامله قلبان على السوشيال ميديا. خلصنا ولفرهامبتون، نروح بقى لتشيلسي عشان نقعد معاه نشرب كوبايه شاي عشان هنطول معاه شويه. نبتدي بمودريك البالغ من العمر 22 عام. قدرت تشيلسي انها تخلص فيه من شختر بمقابل 89 مليون جنيه استرليني في الانتقالات الشتويه الماضيه. مودريك اللي لما شارك مع تشيلسي ما قدرش ان هو يثبت نفسه، فلما تيجي تبص على الارقام مع تشيلسي هتلاقي انه قدر يشارك في 17 مباراه في مختلف البطولات. طبعا برده مش كل المشاركات كانت بصفه اساسيه. قدر في ال 17 مباراه ان هو يساهم بتمريرتين حاسمه. تاني بقى صفقه من تشيلسي فهي كانت كوكوريلا اللي انضم من برايتون لمده 6 سنوات مقابل 52 مليون يورو. لما تيجي تشوف احصائياته مع تشيلسي هتلاقيه شارك في 24 مباراه مع تشيلسي، قدر خلالهم ان هو يساهم في تمريرتين حاسمتين بس. ثالث صفقه بقى من تشيلسي فهي كانت رحيم ستيرلينج. تشيلسي اللي اتعاقدت مع رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي لمده 5 سنوات مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني. ستيرلينج اللي شارك مع تشيلسي في 37 مباراه في مختلف البطولات، قدر خلالهم ان هو يسجل 9 ويساهم في 3. اما رابع صفقه من تشيلسي فهي كانت صفقه اوباميانج. تشيلسي اللي تعاقدت مع اوباميانج من برشلونه لمده موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث مقابل 12 مليون يورو. قدر اوباميانج مع تشيلسي ان هو يشارك في 21 مباراه، وبعد رحيل توخيل من تشيلسي اصبح اوباميانج لاعب دكه، وفي ال 21 مباراه اللي شارك مع تشيلسي فيهم قدر ان هو يسجل 3 اهداف. في كلام دلوقتي انه قريب للانتقال للدوري السعودي. خلصنا بقى كوبايه الشاي مع تشيلسي، نروح بقى ايه لليونايتد اللي اتعاقدت مع فيجورست قادما من بيرنلي، اللي ساعتها اصلا كان معروف في صفوف بيشيكتاش التركي. فيجورست مع بيشيكتاش قدر ان هو يسجل 9 اهداف ويصنع 4 في 18 مباراه. اما مع اليونايتد فقدر ان هو يشارك في 23 مباراه، قدر ان هو يصنع هدف في الدوري الانجليزي ويسجل هدف، وكان ساعتها اصلا هدف في الدوري الاوروبي. اما ليفربول فتعاقدت مع داروين نونيز قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 100 مليون يورو. داروين نونيز كان ساعتها مسجل 34 هدف في 41 مباراه مع بنفيكا البرتغالي. وبعد انتقال نونيز للريدز بدات الناس تقارن ما بينه وما بين هالاند من حيث قيمه الصفقه. فلما تيجي تبص على ارقام نونيز الموسم الماضي مع الريدز هتلاقي قدر ان هو يسجل 13 هدف ويساهم ب3 في 37 مباراه. اما اللاعب العاشر معانا فهو ادريسا جاناجي. ادريسا اللي انتقل من باريس سان جيرمان الى ايفرتون الانجليزي لمده موسمين بعد اصراره على عدم حمل الوان البسكليت على التيشيرت. بعديها بدا الهجوم على ادريسا وبدات العنصريه وبدا تجميد اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق. نهايه الموسم قررت اداره باريس سان جيرمان ان هي تبيع اللاعب لايفرتون الانجليزي. ادريسا اللي قدم مستوى ضعيف مع ايفرتون بعد ما شارك معاه في 33 مباراه بعد ما كان مقدم مستويات جيده مع السنغال في كاس العالم وفي افريقيا. اما اخر صفقه معانا فهي صفقه بول بوجبا اللي انتقل الى اليوفي بعد انتهاء عقده مع اليونايتد. بس في الحقيقه الراجل اللي من ساعه ما وصل لليوفي ما شاركش غير في 6 مباريات، وكان سبب قله مشاركات بوجبا مع اليوفي هي كتر الاصابات. يبقى كده اسوأ 11 هم بول بوجبا، ادريسا جاناجي، فيجهورست، مودريك، كوكوريلا، اوباميانج، رحيم ستيرلينج، داروين نونيز، ودييجو كوستا، ولونجليت، وهيكتور بيليرين. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تقول لي ايه رايك في الحلقه، وتقول لي ايه اسوأ 11 بالنسبه لك، وما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ونتقابل في حلقه جديده باذن الله. سلام.